الفيديو اللي قبل شرحنا المحور ديال مشروعيات الدوله وغاياتها، واللي هو المحور الاول في مفهوم الدوله. شرحنا فيه شنو الغايه ديال هذه الدوله، واش الغايه ديالها تحمينا وتحافظ على الامن ديالنا، ولا الغايه ديالها هي تستغلنا ديال الخطر للطبقه البرجوازيه اصحاب الشكاره. وفي الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا المحور الثاني اللي هو طبيعه السلطه السياسيه، كيفاش دايره الطبيعه ديال هذه السلطه، واش الطبيعه ديالها قائمه على العنف ولا قائمه على الحق والقانون. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي الاشكال ديال المحور. وعلاش غادي نبداو بالاشكال؟ حيت ما يمكنش تجاوب على واحد السؤال وانت ما عرفتيش اصلا. الاشكال ديال المحور ديالنا شنو هو؟ ما هي طبيعه السلطه السياسيه؟ هل هي سلطه قائمه على الحق والقانون ام على العنف والقمع؟ سهل جدا. واش هذه السلطه قائمه على الحق ولا قائمه على العنف؟ دابا عرفنا شنو غادي نجاوب عليه في هذا الفيديو. قبل ما ندوزو للاقوال ديال الفلاسفه خاصنا نشوفوا المفاهيم، ضروري جدا، حيت بهذوك المفاهيم تتضح لنا الصوره اكثر. وباش نجيك من الاخر، المفاهيم خاصك تكون عارفهم حتى تكتبهم في الوطني وتتشد عليهم النقط. وإلا مثلا في النهار ديال الوطني الا ما كنتيش حافظ شي مفهوم جيبو من راسك وحاول تشرحه بشكل منطقي، حيت راهي واحد الحاجه تشرحها تقول لي هذه هي هذه، راه ماشي شي حاجه بتجيب شي حاجه من الفضاء. نعطيك مثال. اول مفهوم عندنا هو السلطه. حنا اشنو عرفناها؟ قلنا السلطه هي القدره التي يتوفر عليها الفرد او الجماعه والتي تسمح له باصدار مجموعه من القرارات النهائيه وفق مجموعه من القواعد القانونيه بهدف التاثير على مجموعه من الافراد وكذا توجيه تصرفاتهم. شنو المعنى ديال هذه الهضره؟ القدره اللي كيتوفر عليها واحد الفرد او الجماعه بهدف التاثير على واحد الفرد او جماعه اخرى وتوجيه التصرفات ديالهم. مثال شرطي المرور، انت فوق طوموبيل ولا فوق موتور، قال لك ممنوع تدوز من هنا، ما غاديش تدوز. علاش؟ حيت عنده السلطه على ذلك، عنده القدره باش ياثر على القرارات ديالك. وهذاك الشرطي راه ماشي جا وقال لك لا ممنوع تدوز من هنا حتى انا عاجبني الحال، ولكن وفق مجموعه من القواعد القانونيه. المفهوم الثاني هو مفهوم الحق. هذا مفهوم الحق يشير الى معنيين. كاين عندنا حق طبيعي وحق وضعي. الحق الطبيعي هو يقصد به مجموعه من الحقوق المتاصله في طبيعه الانسان، كالحق في الحياه والحريه. كيفاش متاصله في طبيعه الانسان؟ انا الحق في الحياه متاصل فيا هذا الحق، الا جيتي وبغيتي تاخذوا ليا بلا ما نشعر كندافع على راسي. وكذلك الحق في الحريه، فاش كيجي شي واحد كيسلب لك الحريه بلا ما تشعر ما كتبغيش تخليه، او لا كاع الا بزز عليك فراه ما تيكونش عاجبك الحال، حيت عرفتي بان هذاك حق متاصل في الطبيعه ديالك. عندنا عاوتاني الحق الوضعي. شنو هو هذا الحق الوضعي؟ هذا الحق الوضعي وهو الذي ينتج عن العادات والقوانين المكتوبه المتفق عليها كحق الشغل والصحه والتعلم. حق وضعي يعني مكتوب، يعني كاين اما في العادات اما في القوانين وحنايا متفقين عليه. بحال مثلا الحق في التعلم، قبل ما كانش هذا الحق بالمفهوم ديال دابا. انت كشخص مواطن من حقك تقرا في المدرسه العموميه، ما يمكنش يجي شي واحد ويقول لك لا انت ممنوع عليك تقرا. صافي وصلت للسن القانوني خاصني نمشيو ندخل لهذيك المدرسه. لا الاستاذ لا المدير ما من حقوش يقول لي لا انت ما يمكنش لك تقرا. انا مواطن انا غادي نقرا صح، وهذا المعنى ديال الحق. يا واحد الحاجه من حقي يا واحد الحاجه صح غادي ناخذها بالقانون بطبيعه الحال. داكشي باش غادي نشوفوا اشنا هو هذا القانون اللي هو المصطلح الثالث. القانون هو مجموعه من القواعد التي يتم انشاؤها من طرف المؤسسات الحكوميه. علاش؟ لتنظيم سلوك الافراد والتي هم مجبرون باتباعها بالقوه اذا اقتضى الامر ذلك. هذا القانون هو مجموعه من القواعد كتنشأها المؤسسات الحكوميه. علاش؟ باش تنظم السلوك ديال الافراد، باش شي ما يجور على شي. وهاد القوانين حنا مجبرون باتباعها بالقوه اذا اقتضى الامر ذلك. الا خرقتي القانون فراه غادي تعاقب. وكانوا هذو ثلاثه ديال المفاهيم اساسيه. وكون هاني غادي ندير واحد الفيديو غادي نخصص فيه جميع المفاهيم ديال المجزوءات اللي غادي نشرحوا، اللي هما مجزوءات السياسه ومجزوءات الوضع البشري. داكشي باش ضروري ومؤكد ابونا في الشين. ودابا غادي ندوزو لاهم حاجه اللي هي الاقوال ديال الفلاسفه. الاقوال ديال الفلاسفه علاش هما اهم حاجه؟ اول حاجه عليهم 5 ديال النقاط تنكتبهم في المرحله ديال المناقشه. ثاني حاجه بهم كنفهموا الدرس، منهم تناخذوا الافكار نقدروا نعمروا بهم هذيك الورقه. حيت ممكن يكون تيجيك هذاك السؤال، كيفاش انايا تعطيني سؤال فيه سطر ولا قوله فيها سطر ونص وباش نخرج لك منهم 3 ديال الصفحات. اللعبه كاينه في الاقوال ديال الفلاسفه، وهذا الشيء غادي نشوفوه بالضبط فاش غادي نبداو نشرحوا المنهجيات. والفيلسوف الاول اللي عندنا هو ميكيافيلي. ميكيافيلي شنو غادي نقولوا عليه؟ اسس ميكيافيلي في كتابه الشهير الامير مجموعه من الوصايا التي يجب على الحاكم اتباعها. باش تنكتبوا هذا السطر الاول شنو تنقولوا لهذاك المصحح؟ تنقول له السي المصحح انا راه هادشي اللي بغيت نقول لك جايبو من الكتاب ديال الامير، يعني انايا راه ماشي بحالهم، انا راه واحد التلميذ قراي عافاك حط لي نقطه ديال القرايه. حيت انت في النهار ديال الوطني راه ما تكتبش لراسك، تكتب لهذاك المصحح باش يحط لك نقطه مزيانه. درتي هذاك الشيء اللي غادي يعجب المصحح غادي يحط لك نقطه مزيانه، درتي هذاك الشيء اللي غادي يعجبك انت ولكن ما يعجبش المصحح راه جبتيها في راسك. المهم اسس ميكيافيلي في كتابه الشهير الامير مجموعه من الوصايا التي يجب على الحاكم اتباعها، وذلك لاجل تدبير وتسيير شؤون الدوله بشكل جيد. سي ميكيافيلي في كتابه الامير تعطي واحد الوصايا للحاكم باش يسير شؤون الدوله بواحد الشكل زوين، اذ يرى ان الحاكم مطالب باستخدام جميع الوسائل المشروعه والغير مشروعه لضمان استمرار السلطه. هذا الحاكم خاصو يدير داكشي اللي مشروع واللي غير مشروع باش يحافظ على السلطه. مثلا انا واحد الحاكم عندي واحد المعارض ضرني في راسي، ممكن نتسناه يدير شي غلط بسيط وندخلوا للحبس بالشرع والقانون. ممكن عاوتاني نلصق ليه شي تهمه، نريطو في شي موقف اللي يكون فيه مذنب وندخلوا للحبس بالشرع والقانون، ولكن هنا خدمت المكر والخداع. وممكن عاوتاني ما نخدمش المكر والخداع ولكن نخدم الديكتاتوريه، انت تدير فيها
واعر الحبس، ما كاين لا محاكمه لا والو، والعذاب. وهذه هي استخدام جميع الوسائل المشروعه والغير مشروعه لضمان استمرار السلطه. نكملوا. بحيث يجب عليه ان يكون ماكرا مخادعا كالثعلب، وان يكون قويا شرسا كالاسد. وباش حتى انت تكون مقاتل شرس كالاسد نهار ديال الامتحان وتبوزي على هذاك المراقب وعلى هذاك المصحح بشي 16 على 20، دابا خاصك دير ابوني للقناه وتجي من الفيديو باش يطلعوا لك الفيديوهات ديالي في المستقبل ان شاء الله، وتزيد تفهم اكثر الفلسفه. نكملوا. فالناس ليسوا فضلاء ولا اخيار بل مخادعون واشرار. هنا ميكيافيلي عطانا التبرير، حيت حتى هذوك الناس وهذوك المعارضين ماشي كلهم بغاو الخير للسلطه للدوله او ليا انا كحاكم، يعني حتى انا خاصني نلعب معاهم اللعبه ديالو. وتكمل بحيث ان مجال السياسه هو مجال للصراع والمؤامرات، ويتطلب القوه والمكر معا. بناء على ذلك فان مذهب ميكيافيلي يتلخص في الفصل بين الاخلاق والسياسه. اخلاق بوحدهم، السياسه بوحدها. تنعرف انا السلطه خاصني نحافظ عليها، ولا يجب على اي قوه كانت دينيه او اخلاقيه ان تعوق الحاكم من تحقيق اغراضه السياسيه. انا حاكم ما تنعرف لا اخلاق لا والو، تنعرف نحافظ على الحكم وندير هذاك الشيء اللي غادي يكون في صالح الدوله فقط. ندوز لابن خلدون، هذا ديالنا. يتضح ان الاعتدال هو اساس السلطه السياسيه عند ابن خلدون، فهو يرى ان الممارسه السياسيه لا يجب ان تنبني على التسلط والاستبداد من طرف الحاكم تجاه الرعيه. الحاكم ما خصوش يكون حكار، وانما يجب ان تنبني على الرفق والوسطيه، اذ يجب على السلطان ان يكون غير باطش ومتسلط من جهه ولا لينا رفيقا بافراط من جهه اخرى. خاص يكون بين وبين. فالافراط في القوه يؤدي الى الخوف الذي يورث الكره. ممكن تحكم بالقوه وغادي تخاف منك الرعيه، ولكن غادي تولي تتكرهك، واي ضعف ممكن يجي منك يقدروا يستغلوه وتحكم من الحكم. وهذا الشيء اللي قال لنا ابن خلدون، والذي بدوره يفسد اخلاق الرعيه ويجعل علاقتهم معه علاقه كذب ومكر وخداع. اما اذا كان عادلا رفيقا بهم فانهم يطمئنون اليه ويكنون اليه المحبه والاحترام. اذا كان الحاكم عادل فاحنا بطبيعتنا غادي نحبوه وغادي نضحيو على قبله وغادي نحترموه. علاش؟ حيت هو عادل. ومنه فان العلاقه بين الحاكم والرعيه هي علاقه قائمه على الصلح والاعتدال اللذان يخدمان مصلحه الطرفين. الا درت الاعتدال انا رابح كحاكم وانت رابح كمحكوم. الفيلسوف الثالث مونتسكيو غادي يمشي بعيد شويه ولكن هضرته معقوله. لضمان الحريه داخل الدوله وعدم استغلال اجهزتها لاحتكار السلطه، يرى الفيلسوف السياسي والفرنسي مونتسكيو، الا لاحظت هنا ذكرنا ليه الفيلسوف السياسي والفرنسي مونتسكيو، وماشي باش نبانوا واعرين ولكن باش نبينوا لهذاك المصحح باننا واعرين وحط لنا نقطه زوينه. يرى الفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو ان طبيعه السلطه السياسيه يجب ان تتاسس على القوانين لا على التخويف والقوه، وهذا لن يتحقق الا بفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض. شنو هي هاد السلطات الثلاث؟ فصل السلطه التشريعيه عن التنفيذيه وعن القضائيه. شنو كنعنيو بهم؟ فالاولى اللي هي السلطه التشريعيه مهمتها سن القوانين وتشريعها، اما الثانيه اللي هي التنفيذيه فمهمتها تنفيذ هذه القوانين وكذا اداره شؤون البلاد الداخليه والخارجيه، واما الاخيره اللي هي القضائيه فتتخصص في تحقيق العداله وذلك من خلال تطبيق القانون ومعاقبه مخالفيه. علاش خاصنا نفصلوهم؟ حيت فإن اجتمعت هذه السلطات في يد رجل واحد او هيئه واحده فان ممارسه السلطه السياسيه ستكون استبداديه ديكتاتوريه. حتى الا كنت انايا هو اللي تنحط القانون وانا اللي تنفذه وانا اللي تنطبقه وتنعاقب اللي خالفه، راه القوانين اللي غادي نحط كلها غادي تكون تتصب في الصالح ديالي وما غاديش نتسوق لعباد الله الاخرين، حيت انا اللي كنحطها وانا اللي كنطبقها وانا اللي كنجبر عباد الله باش يمشيو عليها. مثلا حطيت واحد القانون قلت بان جميع المواطنين غادي يخلصوا 100 درهم للشهر باش نبنيو واحد البنايه. انا كشخص بيدي جميع السلطات ممكن ما نخلصش هذيك 100 درهم، وممكن هذوك الفلوس ناخذ منهم، وممكن صحابي ما يخلصوش ونعطيهم من هذوك الفلوس، وحتى شي واحد ما غادي يقد يهضر، حيت انا اللي حطيت القانون وانا اللي خليته يتطبق وانا اللي كنعاقب الناس اللي ما غاديش يديروا به. يعني شكون اللي بيهضر معايا؟ حتى واحد. داكشي باش قال لنا الامر الذي سيؤدي اي لما فصلناش هاد السلطات الى ضياع الحقوق وكذا خرق القوانين. كيفاش؟ اما عن طريق صياغه قوانين ظالمه او عن طريق تدخل سلطه في عمل سلطه اخرى، تدخل الحكومه في عمل القضاء. مثلا واحد الشخص في الحكومه خرق القانون، الا كان هو نفسه القضاء فراه ما غاديش يعاقب راسو. داكشي باش قلنا مما يجعل لها حصانه في حاله مخالفه اعضائها للقوانين مثلا. ونعاود نقولها لك فاش نعطيك شي مثال انا بحال هكا حاول تعقل عليه، او لا دير شي مثال بحالو باش في النهار ديال الوطني تعطي الامثله. انا ما بغيتش نكتبهم لك هنا باش ما يجوش الاقوال طوال، حيت فاش تعطي الامثله في النهار ديال الوطني في المناقشه تتبين عاوتاني لهذاك المصحح بانني راه فاهم هادشي اللي تنقول، ماشي هي ناقلو وماشي هي حافظو. وتحت لك نقطه زوينه، والخلاصه ديال هاد الاقوال ميكيافيلي تقول لك بان الامير خاصو يخدم الوسائل المشروعه والغير المشروعه لضمان السلطه، وخاصو يفصل ما بين الاخلاق والسياسه، وما خاصش اي قوه كانت دينيه ولا اخلاقيه توقف في طريقه الا بغى يحقق شي اغراض سياسيه. ابن خلدون تيقول لك بان الحاكم خاصو يكون عادل وما خاصو يكون لا متسلط لا ظريف بزاف، حيت الا كان متسلط بزاف فالرعيه غادي تكرهه، ولا كان ظريف بزاف فراه غادي يطلعوا ليه فوق راسو. اما الا كان عادل فراه غادي يطمئنوا ليه وغادي يحبوه وغادي يحترموه. مونتسكيو شنو تيقول لنا؟ باش يكون عندنا واحد
الحكم عادل ما خاصش السلطه تجمع عند شخص واحد، ولكن خاص يكون عندنا 3 ديال السلطات، وخاص تكون عندنا التشريعيه اللي تحط القوانين بوحدها واللي كتنفذ هاد القوانين حتى هي بوحدها، واللي كتعاقب الناس اللي ما تبعوش هاد القوانين حتى هي بوحدها. حيت الا كانوا مجموعين 3 عند شخص واحد او لا عند سلطه واحده فراه غادي تضيع الحقوق وغادي تخرق القوانين. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الفيديو الجاي غادي يكون على المحور الثالث. عندك تنسى تابونا وتشغل الجرس ودير لي جيم وشي كومونتير زوين ولا شي سؤال الا عندك، واهم حاجه هي تبارطاجي الفيديو مع صحابك. كان معك محمد المصراوي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.